وليد كما قلت في حوار كان كنت باش نخدم في الوداد اول ما جاني عرض من المغرب، كان في الوداد مع سي فوزي بن زرت، لكن ظروف ما وفقش ربي باش نكملوا العقد. وبعد شهر ولا شهرين سبحان الله جيت نخدم في الرجاء، ولات علاقه اخرى مع الرجاء، ولات القاب مع الرجاء، ولات حب مع الجماهير. الله دونك جات لبست الاحمر وليتي لابس الاخضر. ربي هذاك هو دونك ديستان خلانا في الاخضر. ما نتصورش انا يوم في الايام ندرب في الوداد، مع احترامي للوداد فريق كبير وكبير وكبير وجماهيره. انا يوقفوني حتى في الشارع ويقولوا لي انت واخا رجاوي مالك عزيز علينا، وهذه حاجه كبيره تفتخر بها. لكن احترام نفك الجمهور هذاك الفريق الوحيد اللي نجم معناها مش نرفض معناها بكل الاحترام، معناها ما نحاول ما نكونش في رغم اليوم نجم نكونوا مش في حاجتي معناها، لكن هو فريق الوداد. دابا الجمهور حبك بدون مقابل فما يمكنش تبات. صحيح، على اقل حاجه كون الفريق الغريم نتاعك في نفس المدينه ما تمشي لهم، مش مؤهلين بشرع. دونك ديما احنا عندنا مشينا ب 12 لاعب مع 4-5 لاعب من الفريق 23 اقل من 23 اللي هما باش يكونوا في الليسته فيها 20 لاعب، فيها 3 حراس مرمى و17 لاعب. دونك الفراغ هذاك اللي نحن مشينا للستاج كان تململ زاده حتى على المعسكر، نمشي ولا ما نمشيوش، على خاطر ما عندناش مدرب. والرئيس عنده الحق يقول لك انا مهز فرقه دير في معسكر بدون مدرب، شنو هو الجدوى منها؟ حكيت انا والاداره والرئيس، قلت له رئيس اذا كان باش نفوتوا مرحله الاعداد هذه راه باش نخلصوها في البطوله وفي الشامبيونز ليج. الفتره هذه مهمه جدا، رغم اللي هي قصيره اسبوعين. نحن نعرف الفرق تحضر في 5 و6 و7 اسابيع، لكن على الاقل اسبوعين هذوما ناخذوا منها لو ماكسيموم باش نحضروا اللعابه للشامبيونز ليج اللي هو اوبجيكتيف نتاع الفرقه والاوبجيكتيف نتاع الجماهير ونتاع اللعابه والستاف. قال لي عمر اوكي. قلت له انا اقترحت خاطر نعرف هشام بوشروان ونعرفه ما يوخرش على الفرقه نتاعو، اقترحت باش يكون معنا هشام بوشروان يشرف معايا على التدريب. حضرت البرنامج كامل وريته للرئيس، قال لي اوكي انا معاك. مشيو لتونس، مشينا اسبوعين، طلعت علينا المدرب بعد في الاسبوع الثاني وكمان الخدمه نتاعنا. وما تنساش زاد في الاسبوعين هذوما اللي مشيناهم، الاسبوع الاولاني كان بوزوق مازال ما التحقش، كان عنده مشاكل زاده، وزريده كيف اسبوع تحضيرات. من بعد رجعنا للمغرب عملنا اسبوع لعبنا مع العين، واسبوع اللي من بعد لعبنا الشامبيونز ليج. تو بونس لي اللعابه باش يكونوا حاضرين 100%؟ باش يكونوا حاضرين 100%. وانت عندك 12 لاعب تدور فيهم، خاصك ما يكونش عندك انذارات، خاصك يكون عندك اصابات باش نجم تدوز المرحله الاولى بسلام، ومن بعد تتعدى تحضر من مرحله لمرحله باش تكون في ليزوبجيكتيف نتاعك. كانت يعني مع مباراه العين كانت مباراه اخرى ديال بيتيس، واش انت اللي قررتي انك تلغي المباراه ديال بيتيس؟ باللوجيك احنا قعدنا مع انا وهشام وبعض اللعابه الكوادر وحكينا مع الرئيس، اذا كان احنا باش نمشيو لتونس باش نديروا 10 ايام، اذا كان ما نخدموش فيهم بزاف علاش ماشيين؟ دونك خاصنا نمشيو باش نخدموا. كملناها مقابله وديه في الاخير لعبوا فيها لعابه 45. كيفاش تحبني انت من بعد نكمل المعسكر يوم الاحد، نهبط للمغرب يوم الاثنين، نطلع نهار 3 البيتيس، ناخذ الحافله 3 ولا 4 ساعات، نمشي ننعس، ونقوم الصباح ناخذ حافله نمشي لمكان الملعب، نلعب ماتش، نسالي، ناخذ الباص، نعاود نرجع 4 ساعات، ناخذ طياره، نهبط، نترينا يوم اثنين نلعب العين. يعني هذا اللي عملته الكل طيحته في الماء. هو الاوبجيكتيف باش نحضر فرقه باش تلعب البطوله الشامبيونز ليج ولا باش نلعب ماتش بيتيس اللي هو ماتش قالا. دونك تفهم الرئيس قال لي سي لوجيك واضح، احنا عندنا 12 لاعب، دونك اذا كان باش نخسر لاعب ولا زوز اصابات ولات عندنا مشاكل كبيره. دونك تخيرنا باش نرجعوا للمغرب نعملوا سيكل دونترينمون عادي ونلعبوا مقابله العين. يمكن كانت التجربه السابقه روما هي اللي خلاتك تفكر التفكير. والله تجربه روما كانت اقل من هذه، خاطر تجربه روما كملنا الموسم، خذاو اسبوع راحه اللعابه، ما خذاوش كيما تو 3 اسابيع، وصلوا عملوا اسبوعين واسبوع برنامج فردي. المره الاولى خذاو اسبوع ولا 10 ايام، وبعد رجعوا
عملنا تمرين اسبوع باش نلعبوا مقابله روما، لكن الاسبوع هذاك اللعبه ما تمرنوش كيف كانت اضرابات على المستحقات وكل، مشينا بدون حتى تمرين اسبوع كامل بدون حتى تمرين، لعبه يتمرنوا وحدهم في الجيم يجريوا لكن مش كيف. ومشينا لروما، شفتوا في روما ميتون الاول كنا ند لند، ميتون الثاني كان ارهاق بدني وكان عياء. دونك ماشي نفس الظروف اللي كانت، مش نفس الظروف، هذه الظروف اقوى، لو كان درناها كنا نخسروا فيها اكثر لعب. يعني هذا هو علاش ربما يعني هاد اليومين يعني كثر الكلام على ان اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي ما داروش يعني اختبار القوه البدنيه. ربما وضحت انت اي هاني وضحت المشكله هو يعني مهم ان الزامي ان اللاعبين يديروا في هذا خاصه تو مهم. علاش انا كي عملت الباساسيون مع المعد البدني طلب مني سي عادل باش نقعد مع المعد البدني نعطيه فكره على اللعابه. انا طلبت منه والحيت عليه، قلت له اللعابه توا كانوا عندي 12 لاعب كنت نعرفهم، لكن توا لو عندك 22 23 لاعب خاصه لاعبين جدد، فما لاعبين ما كانوش كومبيتيتيف ما مش عاملين بريباراسيون، خاصك توا دير لي تيست باش تعرف كل واحد نيفو نتاعو باش تعرف تخدم على اسس صحيحه. واكدت عليه وخرجت من بيرو من هنا من غدوه عملوا لي تيست والحمد لله. خاطر انا بالنسبه لي اهم حاجه كونوا اللعابه ما يتصابوش من بعدي انا. ونبدا من الاختبارات ديال تيست كوبر كنظن. لا مش تيست كوبر، هذا تيست في اللابوراتوار بشوفوا البي ام ار باش تعرف المنسوب تشوفوا فين حاضر. لكن انا كنت مبرمج دي تيست اخرين مع الدكتور، لكن هما داروا كان تيست هذاك اهو. حيت كاين اللي بغى بعد كتعرف الدنيا فيها توازنات، الوقت اللي دا الخط احمر بنوانيس ولا قالوا مرة بنوانيس ما دارش تيست، وهو شرح الان السبب علاش، لان المجموعه ما كانتش. انا شرحتها بكل مش باش نجاوب معناها على علاش ما درتش، ولا انا فسرت البرنامج اللي درناه وبس. يعني تكلمتي على عروض بعد نهايه الموسم، واش من بين العروض كان زيمباور انه طلب؟ اكيد هذاك عرض زيمباور اكيد من الاول كان في رغبه باش نمشيو مع بعضنا للنادي الوحده، لكن الظروف ما شاءتش وانا فضلت باش نكمل مع الرجاء في الظرف هذاك. هو كان ظرف دقيق جدا، ظرف دقيق جدا. 12 لاعب تقريبا مع لاعبي الامل. الرئيس توقف، المدرب مشى، الفرقه ما فيهاش توازنات، يا اما نقعد نضحي يا اما نمشي حتى انا نشوف الدولار. هي اختيارات راهو ساعات واحد كي يرتاح في مكان ساعات خير من. انت في المغرب ما كتخلصش بالدولار؟ لا فما دولار من دولار، فما دولار صغير دولار كبير. كاين الفرق ديال الدولار. الدولار غليظ. هو من الاشياء ربما اللي تقالت على سي عمر هو انه يتدخل حتى في الامور التقنيه، واش هذا صحيح؟ بان في الفيستير في مجموعه ديال الاشياء اللي هي تقنيه ربما يقولوا بان احيانا يتجاوز الحدود الاختصاصات اللي بغينا نقولوا، واش هذا الشيء صحيح؟ من قال هذا؟ يقولون من قال هذا؟ من الداخل من الخارج؟ لا من الداخل. من الداخل. انا اول حاجه كي خدمت مع زيمباور، قبل ما نخدم معاه عملنا ميتينغ 2-3 فوا، فسرت له طريقه العمل نتاعي، اقتنع، جبت له افكار جديده، قال تحمس وليا ندير افكارك، انت ريسبونسابل على تو سكي فيتنس كما يقول هو، يعني خليك الحريه في الاشتغال في مجال الاختصاص. في مجال الاختصاص حملني المسؤوليه، قلت له انا حاضر لها، خدمنا بكل احترافيه. كانش تدخل في تقني هو شنو تقني هو باش توظيف، باش تلعب تكتيك، باش تلعب 4-4-2، باش تلعب 5-3-2، باش تلعب باش تبريسي. هذا اما كل ما هو يتعلق بوضع التمارين ولا جيستيون التمارين هو المعد البدني عنده فيه دور. خاطر فما فكره غلطه على المعد البدني، هو المعد البدني يجي يعمل 10-15 دقائق تسخينات ومن بعد يمشي يقعد على جنب ويخلي المدربين يخدموا ومن بعد يسالي ويقول لهم يشوفوا السميه ديالو الجديده ما بقاش اسمه معد بدني، سميتو المدرب المكلف بالاعداد البدني. وتو التسميه الكبيره اللي في الاوروب اسمه ريسبونسابل دي بيرفورمانس. هو الاوبجيكتيف شنو في الاخر؟ هو انت تكون بيرفورمون يوم الاحد ويوم الماتش، لكن البيرفورمانس فيها
بالذات الحاجات الداخل. اذا كان انت ما تكونش شاردهم متريزاهم، ما كيفاش توصل للبيرفورمانس؟ توصل للبيرفورمانس بال 15 مينوت ديشوفمون. خصوصا كاين مجموعه من المدربين دابا ولاو كيبغيو يديروا لا بريباراسيون فيزيك بالبالون، بقات شايف البريباراسيون فيزيك ديال. دونك هي كل واحد عنده رؤيه للعمل، انت تقبل الرؤيه هذه مرحبا، ما تقبلش الرؤيه هذه تشوف قلب على المعد بدني ولا اطار اخر تفهم انت وياه. لكن تو في العالم ما عادش فما معناها، ولات واضحه العلاقه. المعد البدني خاصو يعرف كل حصه شنو يدير فيها، لا شارج ديال الخدمه صحيح، الديوري نتاعها، الوقت نتاعها والانتنسيتي نتاعها. تقدر انت تدير خدمه قويه مجهده، والمدرب بعد يدير خدمه كيفك مجهده. شنو هو الاوبجيكتيف؟ معناها اذا كان فماش تناسق بيني وبينك شنو انت باش تخدم وشنو انا باش نخدم وشنو نحبوا نوصلوا، فما علاقه كل واحد بوحده يخدم، وهذا في لو نيفو ما يصيرش. حتى احنا ما زلنا شويه في العرب عندنا العقليه اللي انا المدرب وانا اللي نحكم في كل شيء وانا اللي ندير كل شيء وانا، لكن بعد يحملك المسؤوليه. تحملني المسؤوليه صحيح، تخليني انا صحيح في الاصابات، في علاش ما يكملوش 90 دقيقه، علاش في لي ماتش الكبار ما نلقاوش رواحنا. دونك ما تنجمش انت تحمل مسؤوليه الانسان اللي انت ما حطيتوش المارج دو مانوفر نتاعو. دونك هذا هو، ما كانش عندي مشكله مع زنباو، كنا نخدموا بصفه مع المدربين كل خدمت معاهم. انا عمري ما كانت عندي مشكله مع مدرب، بالعكس كانت ديما فما تواصل رابيدمون، معناها يصير الفيلينغ خاطر يشوف هو المدرب شنو باغي في الاخر، باغي يربح ولا باغي يخسر. هو باغي يربح، باغي يحافظ على المجموعه نتاعو، باغي المجموعه نتاعو تكون واجده. دونك اذا كان مش يلقى المعد البدني قاعد يعاون فيه، مش علاش باش تكون فما دخل قلت لي دخل في الفيستير. كيفاش ندخل في الفيستير؟ الفيستير يدخلوا فيها الجوارات، فيها كابيتان، فيها عمده الفريق. انا عمري ما دخلت الفيستير ولا نعرفها الفيستير نتاع اللعاب، نعرفهم كان في الملعب، يعني يجوني للملعب ونسيرهم في الملعب، نخدم معاهم في الملعب، لونطريمون سالينا كل شيء. يعني في التغييرات واش كيكون عندك مثلا يعني فكره مع المدرب، لاعب مثلا ما يقدرش يكمل 90 دقيقه تعطيه وقت محدد انه اللي خصو يلعب، او لا في هذا الوقت مثلا الدقيقه 60 70 خصو يتغير بناء على يعني شوف فما لاعبين راجعين من اصابه، فما لاعبين عندهم وزن زايد، فما لاعبين ما داروش اعداد، فما دونك كل واحد عندك انت المخطط نتاعو وتعرفوا هذا امتى نجم يكون ناقص بدنيا، خاصك تغيره، خاصك تعطي معطيات هذه للمدرب، والمدرب هو يتحمل مسؤوليته ومن بعد يحب يغيره. ساعات انت اللاعب تقول لازم يتغير في 60 دقيقه، لكنه هو في 80 يماركي لك هدف ولا اروع. معناها مش هذوما معطيات تخدم عليهم باش تحاول تحافظ على اللاعب وتحاول تخليه بيرفورمون في كامل الموسم، لكن تبقى ديما اختيارات المدرب، هذيك حد ما يناقش. لا هما اللي ما كنظنش القضيه دي تقدر تكون، لان من وليد كنظن ماشي اول طاقم او اول فريق كنتي فيه الراجل، ما كنتش دار الخطا ديال دخل في الامور ديال غير هذا ولا دخل هذا. كنظن الامور ما تجيش صعيب الانسان اللي عنده تجربه تجي هذه المساله هذه، صعيب الانسان تجربه تجي اولا بغي لك الحلم باش تكون مدرب رئيسي يوما ما. لا ما كانش عندي حلم، خاطر ملي بديت انا في المهنه هذه انا كنت ناثر في المدربين ونقري في المدربين في السي والبي والا، وكانت عندي الفرصه باش ناخذ انا الا وناخذ البرو. لكن انا حاطط في مخي انا معد بدني، انا فرحان بالخدمه اللي ندير فيها، ندير فيها بك امور، وما كان عمري كان عندي طموح باش وكانوا بزاف المعدين البدنيين ولا المدربين وناجحين زاد. لكن انا طموحي هلال الطير بدايته كان معد مثلا ما شاء الله، بدايته كان فريق الرجاء الرياضي، فريق الرجاء الرياضي كان في معد بدني على عهد إفشاي، جوني إفشاي، وكان جمال السلامي هو هي اول تجربه لي مع فريق الرجاء الرياضي، هي اول تجربه لي كان فيها هلال الطير، كان معد بدني انا ذاك، واعاد تجربه من بعد منها مع محمد الى غايه تحوله الى مدرب مساعد. شوف كيبدا مدرب عنده خبره وعنده كاريزما، الستاف نتاعو وقت اللي يعطيه معطيات ياخذها بصدر رحب، خاطر هو عنده ثقه في روحه ويعرف اللي الستاف نتاعو كي يعطيه معطيات راه يحبوا يعاونوه ويحبوا يربحوا. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا الكل باش ننجحوا. اذا كان ما ينجحش المدرب ننجح انا، ما نجمش ننجح انا بوحدي. اذا كان لازم المدرب اول واحد هو اللي ينجح باش الستاف كل ينجح والفريق ينجح. وما المدرب اللي يبدا ضعيف شخصيه واللي يبدا ناقص خبره واللي يبدا ما عندوش تجارب، نعم، يولي اي حاجه ديما كنظريه المؤامره ونظريه التدخل ونظريه اللي هو يحب يكون اقوى مني ونظريه هذاك ما تصير كان في الفرق الصغرى، معناها في الفرق الكبرى عمرها ما تصير شيء.
ما كانش يعني فكره ان عمر يبقى مسؤول عن الاعداد البدني في فريق الرجاء الرياضي يعني في الفئات، ولا يعني ما كانش طرح من المكتب او لا ما كانش؟ لا ما طرحش عليا موضوع كما هذا. شفت في الفيسبوك كما عبد الكل كونه الجمهور يطالب ببقائي، لكن صعيب باش تخلي معد بدني الجمهور كان يحس بان يمشي واحد بهذا المستوى كان يفضل انه يبقى يشرف على الاعداد البدني مثلا في الاكاديميه ديال النادي في الفئات الصغرى. ما تعرف انت الاكاديميه ولات تبع الشركه ولا تبع لو سي بي وتبع الجامعه، عندها زاد هيكله وعندها برنامج، ما نجمش اصلا الموضوع ما يطرحش معناها نتصور. هو انت كيفاش استقبلتي اصلا من بعد الاقاله او زفيكو المدرب السربي بعد 2 لقاءات في البطوله 2 هزائم، جا التغيير؟ كان عند كريم جيلاني كنت كتوقع انا ذاك الوقت اللي كان عند كريم جيلاني بانك انت وصلت نهايه المسار ديال فريق الرجاء الرياضي؟ كانت الفكره مع لانك انت بقيتي ولو كان عندك عروض لانك بقيتي مع فريق، انا ذاك شفتي بان غيكون ماشي من ما تكونش حاجه مزيانه بل بحكم العلاقه اللي عندك مع اللاعبين والجمهور والمؤسسه الرجاء بانك تمشي، فما مشيتيش. لكن في الوقت ديال التغيير جابت الظروف بان بن ونيس ما غاديش يبقى، هي سنه الحياه. ولكن انت كيفاش استقبلتيها في ديال الفريق؟ تنشوف بان كاينه واحد الاواصر بينك وبين الجماهير وبين حتى اللاعبين، وهذا امر مهم. كيفاش استقبلتي او لا حسيتي بها ولا ما حسيتيش بها الوقت اللي فهمتي بان كاين تغيير؟ انا ما فهمتش كان تغيير بعد زفيكو ولا بعد زفيكو؟ بعد ما مشى زفيكو. بعد زفيكو لعبنا 3 مقابلات. اكزاكتومون. انا في 3 مقابلات هذيك ما كان عندنا حتى معناها ما كانش عندي لا احساس لا باش يصير تغيير ولا باش يصير، ما كانت عندي حتى معلومه، ما كان عندي. كنا نخدموا، كنا موتيف لي جوار باش نرجعوا ليزوبجيكتيف نتاعنا، خاصش الفرق الاخرين يبعدوا علينا في الترتيب. والحمد لله اللعابه كانوا فشال وعملوا 9 نقاط باش عملوها بقوة شخصيتهم وبالعمل نتاعهم. خاطر برشا رجعوا هزيمة طنجة المشكل بدني، لكن العلم ما يكذبش. بالنسبة لي أنا ماتش طنجة أكثر ماتش اللعابة جريوا فيه ستاتستيكمون، لكن ظروف لعبت والماتش تعرف كورة فيها تكتيك وتكنيك وفيها المونتال وفيها الفيزيك، ما فيهاش كان البدني هو شكون مسؤول. لكن من بعد نفس اللعابه هما بيدهم في 3 مباريات في طرف وجيز، ونفس اللعابه ما ماناش تورن اوفر، نفس اللعابه وجابوا 9/9 تاعهم الصحه. شنو اللي تغير بين مرحله فيكم ومرحله ديال ونيس مع عبد الكريم الجريناني باش شفنا فريق اخر اللي قادر انه يربح خارج الميدان وداخل الميدان؟ شوف ما كانش تغيير كبير نكذب عليك، التغيير الوحيد كونه تاهلوا اللعابه. اللعابه حسوا اكثر بالمسؤوليه، حسوا بالاخطار اللي هما باش يدخلوا في دوامه، دونك عملوا رده فعل، عندهم شخصيه وجمعوا بعضهم هما وحكاوا. شنو هو الاخر؟ كيف في 3 مقابلات ما كانش عندنا تمارين، راهو كنا نلعبوا ونعملوا الريكوفري خفيفه، معناها ما كانش خدمه تكتيكيه ولا خدمه فنيه ولا باش تكون ولا خدمه بدنيه اللي بدلت الوجه الفريق هو بيده، هو اللي يلعب ماتش طنجه وماتش سمر تاكس، هو بيده الفريق اللي يلعب بعد 3 مقابلات. يمكن الروح كانوا حبوا نوعا ما الافكار يمكن ما كانتش كدوز، يمكن الافكار ما كانتش كدوز، يمكن ما تندويش انا يمكن ممكن انا صعيب نقولوا بان كوتش خايب ولا كوتش زوين، صعيب هذا في المطلق، الاحكام المطلقه صعب. تيبقى الاسم ديالو ماشي اسم رنان، يعني ماشي يعوض مدرب اللي جا ما خسر حتى شي مقابله اللي هو زيمبابوي، ولكن باش تجيب حكم مطلق بان هذا المدرب ما تيعرفش ولا تيعرف، هذه احكام الشارع. احكام الشارع، راه الشارع تيحكم على عظماء ديال الزمان تيحكم عليهم ولكن الزمان بوحده هو اللي تينصفهم، هذا هو اللي كان صعيب. المدرب ما خداش فرصه كبيره، صحيح تنجم تحكم عليه خاطر لونفيرونمون اللي خدم فيه والوقت اللي خدم فيه والمشاكل نتاع تاهيل اللاعبين تنجم تكون زاد عندها دور في خروجه مش في فشله، لانه ما فشلش يتسمى خاطر ما عملش برشا مقابلات، في الاخر تاهل لدور المجموعات. صعب تقول فشل وتاهل دور المجموعات، ما كان لعبش كاس العرش. في اللاعبين اللي كانوا في الموسم الماضي يعني مؤثرين ولاعبين لا زالوا مؤثرين، ولكن ماشي بالمستوى اللي كان الموسم الماضي. كان مثلا عصام البوغرين ماشي بنفس. وبعد اسبوع في مقابله وديه وبعد تيونشين لي ماتش
بالصفر وتلعب الشامبيونز ليج والبطوله، اكيد اللعابه مازال ما وصلوش لل 100% نتاعهم، لكن باك المنسوب اللي عندهم قادرين يعديوا المراحل هذه، وكل مرحله عندها برنامج لها باش نوصلوا ليزوبجيكتيف نتاعها. وكما فسرت لك بوزو زريده ما بداوش معنا مرحله من الاول، بوغرين كيف عنده جاتو مشكله في المعده نتاعو، قعد 10 ايام ما تمرنش. دونك هذوم كل اكيد باش ياثروا في الفتره هذه، فتره صعيبه وتزيد تقعد 10 ايام ما تمرنش، اكيد بوغرين يعني محتاج يرجع له. لكن وقت اللي باش يجي الوقت، وقت اللي باش تحق بوغرين باش تلقى بوغرين حاضر. هذا الاوبجيكتيف. ما لازمش نقولوا تو بوغرين مش حاضر وبوغرين ما يقدرش وبوغرين ما عادش يفيد، هذه اللغه اللي ما لازمش تصير في الرجاء تو. هذوما اللاعبين اللي جابوا لك دوبلي، هذوما اللاعبين اللي رشحوك الشامبيونز ليج، هذوما اللاعبين اللي يقدروا يوصلوك الماكسيموم في ليزوبجيكتيف نتاعك. كتشوف يعني القرعه كانت في صالح الرجاء، القرعه ديال دوري عصبة الابطال، يعني ما فيه سفريات كثيره. انا بالنسبه لي كمعد بدني من احسن القرعه، خاطر السفريات اكثر حاجه ترهقنا هي السفريات، مع تلعب 4-1 في البطوله مع سفريات طويله اكيد باش ترهق. نحن نلعبوا في المغرب، نلعبوا جيش، نلعبوا مع الجيش، نلعبوا البعيد الوحيد هو جنوب افريقيا، ولكن عندك زوز تنقلات وبعد زوز الداخل زي هذيك باهيه. دونك بالنسبه لي انا على المستوى البدني افضل، ولكن صعيبه على المستوى المنافس. ما فماش حتى فريق سهل تو، ولا فريق صعب، ولا فريق مش كما قبل، لا فريق صعب. واللي يحب الاوبجيكتيف نتاعو يرفع الكاس خاصو يتعدى بالفرق الكل. عبد السلام ودو كان معنا هنا، وكان هو مدرب فيتا كلوب، وتكلم على مانياما وقال بانه فريق صعب ليس بالتصور اللي تيشعطيو دابا. قال كودي فريق صعب تيلعب على الدويل، لعب مباشر، عندهم ثلاثه كيلعبوا بسيستم 3-5-2، يعني الوقفه ديالهم في الملعب، وهم اقوياء، ولكن المهاجمين ديالهم 1.90 للفوق، جوج المهاجمين تيلعبوا عليهم لي سونتر، وهذا هو التصور ديال عبد السلام وادو اللي يواجه هذا الفريق. وبالتالي بان الرجاء راه في بالهم هو والجيش عي سان داونز، اعتقد بان الامر ماشي بالسهوله هذه، ماشي كان ياخذ المفاجاه هو الفرق هذه. تقول انت عندي سان داونز لكن تجيك المفاجاه من الفرقه الاخرى. سان داونز على خدمه تجربه، تجربه فريق سان داونز بحكم بانه هو فريق رئيس لاكاف، تقدر تمشي لها حاضر ومواجد بحكم فريق رئيس لاكاف. الامور هذه اجلها. يعني الافكتيف ديال الفريق الرجاء الرياضي شوف انه يعني ولا غني باش انه يقدر ينافس على 3 ديال الواجهات. الرجاء عندنا عصبة الابطال، الدوري الاحترافي وكاس العرش، يعني بطبيعه الحال ينافسوا ولا ينافسوا باش يحافظوا على اللقبين بجوج، مع يعني المنافسه ديال دوري عصبة الابطال. الافكتيف الحالي واش كتشوف بانه يعني قادر انه يلعب مرتاح في 3 ديال الواجهه؟ ما نجمش نلعب مرتاح. احنا العام الفارط بافكتيف فيه مقعزي، فيه مقدم، فيه بن عياده، فيه موهوب، لعبنا كان على الكاس والبطوله، ورغم ذاك كانت منافسه قويه مع الجيش اللي خرج جوله. لكن باش تلعب على 3 وجهات وشامبيونز ليج خاصك تكون مدعم تقوى. وتو احنا ما عندناش معناها معطيات لا فنيه ولا بدنيه ولا على اللاعبين الجدد باش نقول لك انا مازال ما شفناهمش، مازالوا ما دخلوش في التنافسات. ينجموا يكونوا هذوما كافيين بالخدمه وبالانسجام مع اللاعب الاخرين، كما نجموا مش كافيين. هذا الوقت هو اللي باش يورينا. صعيب انا ما عنديش معطيات باش نجم، ما خديش عليهم معطيات كبيره اللاعبين اللي جاوا. يعني بحال دابا لاعب النجار انت ما عندك عليه حتى معطى مثلا، ما تتعرفوش هاي، لانه كداس ميديكالي وابط باش يعمل فوتبول، لكن باش كان النيفو باش يعمل فوتبول ما عنديش. ما جاش الوقت باش يتمرن معانا، باش نشوف تقييمات صغيره في الملعب، باش نشوف تقييمات كبيره في العياده. لكن لاعبين بحال ساخو وفي كثر ساخو كتعرف القيمه ديالو البدنيه، القيمه ديالو، لكن كان غايب على التنافسيه. عنده برشا التنافسيه في كره القدم، عندها قيمه. يعني شحال يلزم هاد اللاعبين باش يكونوا نقولوا وصلوا للمستوى التنافسي؟ انت ولا الادابتاسيون تاع اللاعب، انت وشنو داير في الفتره هذيك، تنجم من 2 3 4. انت ما نجم شفت هنا ما نجموا نحكيو الا ما يكون عندنا ارقام. ما عندناش ارقام مش قديمه كما يعني التطور البدني ديال اللاعب. تبقى مع علاقتك مع فريق الرجاء الرياضي وخاصه الجمهور، واش كنتي عندك احساس بان الجمهور غادي يكون عنده راي
خصوصا ان مثلا المركز ديالكم نتوما الاعداد البدني ما تيكونش اغلبيه ديالهم ما تيكونش عندهم الشهره اللي عند اللاعبين والمدربين. هذا امر عادي حتى في العالم تاعنا، امر عادي. اذا اللي تياخذ الشهره هو اللي دائما عنده المواجهه النتائج، لان اللي كاين مسؤول عن النتائج هو الرئيس الفريق، المدرب، اللاعبين، هذو هما اللي مسؤولين عن النتائج. الطاقم ما تكونش عنده هذا، لكن كيفاش استقبلتي هذا الراي ديال الجماهير وفي نظرك الناس جايه هادشي هذا؟ والله شوف، جمهور الرجاء راهو جمهور يعرف كل كبيره وصغيره عن النادي نتاعو، ويتبع. ساعات ما تعرفوش انت وما نعرفوش انا في وسط النادي، هو يعرف اكثر مني. جمهور الرجاء يعرف اللي يخدم الضمير، ويعرف اللي يحب يفرح. وتقول معد بدني ما يعرفوش، لكن هما ديما يقول لك اللعابه ما يكملوش 90 دقيقه، عندنا بزاف الاصابات. هما كي يجيهم معد بدني يوليو اللعابه يخدموا 90 دقيقه، يهز تيتروات ماشي اصابات. دونك هو باش يكون ليه حنين للشخص هذا اللي وصل للوبجيكتيف واللي يفرح. هو شنو باغي في الجمهور في الاخر؟ هو باغي يفرح، باغي ياخذ التيتر. دونك تنجم تكون هذه هي ما نجمش تكون سر اخر. كما لا عندي لا علاقه مع جمهور، لا مع الترا، لا عندي حتى شيء معناها. العلاقه الوحيده اللي هما يفرحوا كي تربح الفرقه، وبوتيتر يقولوا السيد هذا عنده بورسنتاج صغير في البرفورمانس اللي فرحتنا. يعني كان عندك اجتماع مع المكتب يعني المسير ولا مع رئيس عادل هالة، شنو يعني التبريرات مثلا ولا التفسيرات اللي عطاو لانهاء العقد؟ والله حسب الرئيس قال لي مدرب جديد مصر كونه يخدم الطاقم الفني نتاعو. قلت له فما حتى مشكل، هذا شغل احترافي، المدرب عنده حق يختار الطاقم نتاعو، وانت ترى صالح مش نغادر. انا ما نقفش في مصلحه الرجاء في وجه مستقبل الرجاء، ولو حتى اللعابه ابداوا استيائهم كل ما حبيتش انا انه اذا كان مش اللعابه باش يبداوا استيائهم، باش يولي تشبث بالمعدل البدني، باش تولي فما انشقاق ما بين الهيئه واللاعبين، باش يولي حتى الاطار الفني الجديد ماهوش مرتاح مع اللاعبين. مرحله وانتهت. عمر بن ونيس جاء في مرحله ومشى، عاود جاء في مرحله اخرى ومشى. انتم بروفيسيونيل، لعبه بروفيسيونيل، نادي محترف، هذه عقود فيها دي كلوز طبقهم والسلام عليكم. ما كانش حاجه كبيره، ما كانش حوار كبير ولا كان نيغوسياسيون ولا كان احترافي. يعني الفرق بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه، المرحله الاولى انت اختاريتي انك تمشي الا بقيت متذكر. المرحله الثانيه كان علاش المرحله الاولى واخا تشبك المكسب انت اختاريتي انك تمشي؟ شوف كما قلت لك انا من الاول، الفتره الاولى جينا مع رئيس عزاد الشابي، نوجه له تحيه. خدمنا، خذينا زود القاب، كيف جات عروض ما مشيناش، قعدنا في الرجاء. لكن شاءت الاقدار اللي تغير المكتب، جاء مكتب جديد. الفتره هذيك لعبنا تصفيات زي كاس افريقيا، ترشحنا للمجموعات. لكن المكتب الجديد ارتأى اللي مش رجل المرحله رئيس عزاد الشابي، حب يجيب مدرب عالمي. عالمي كان لاعب مشهور بلجيكا، كان مدرب اي معناها معروف في العالم. معناها احسن نتيجه ديالو، احسن نتيجه بلجيكا دارتها مؤخرا دارها هو. مزيان. كان فاهم. اقترح علي المكتب باش نبقى. انا قلت لك محترف، لكني عندي عقد مع النادي، لكني زاد عندي عقد مع المدرب اللي خدمت معاه، وخدينا زوج القاب، وهو ما كانش فوتيف. كان دار هو شي خطا ولا هو جاء اوفر ومشى، انا نقعد في الفرقه. لكن بعباره اخرى انت جريت عليه. ما انا كيفاش تحبني نبقى بنا نروح باش نبقى نخدم مع مدرب اخر اللي حتى نتعرف على طريقه الخدمه نتاعو، حتى يصير تجانس. وانا نعرف زاد اللي برشا اوروبيين يحبوا يجيبوا الصف نتاعو. دونك خيرت باش رغم تشبث الهيئه وقتها وتشبث الجماهير زاد كلموني وجاء لكن كانت اقل هاله اعلاميه من تو، فضلت باش نمشي. الحمد لله كانت الاتصالات ما وقفتش مع الرجال. ملي مشيت من الرجال في كل النوادي اللي خدمت فيهم كان ديما فما اتصالات. حتى في الصيف هذا مع سي محمد بوطريقه اتصل بيا وقت اللي كانوا في السعوديه باش يلعبوا كاس العرب. قال لي تجي، حكينا في كيلكو ديتاي، ما فهمناش في كيلكو ديتاي، وقف النيغوسياسيون غادي. عاودت من بعد وقت اللي رجعوا للمغرب
عودنا مره اخرى وعاود جيد. لا حيت كان زيمباور كان ابدا التحفظ على المعيد المدني كان قبل. زيمباور هو اللي طلب من زيمباور، كان ابدا التحفظ على هذاك جوزيف زيمباور، لان في البدايات كانوا بانوا اللاعبين عندهم بعض المشاكل، وهذا اللي خلى هذا التحفظ والرجاء التقات لعمر بن ونيس، وهذا امر مزيان ديال فريق الرجاء الرياضي. الان بعد خروجك من الرجاء الرياضي كما قلتي بانه كاين تشبت اللاعبين، رايك تصور من عمل فريق الرجاء الرياضي انت دابا يمكن بانك فهمتيهم كيفاش تقدر تتعامل معهم، وهذا بان من خلال تشبت اللاعبين. شنو رايك، شنو نصيحه تقدر تعطي لهذا المعيد المدني الجديد باش يبقى رابح اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي وتسوي، تنعرفوا اللاعب العربي كيف ما بغى يكون بروفيسيونيل كيبقى دائما عنده نفس العقليه مع اختلاف الدول، ولكن تقريبا هو نفس العقليه نفس التصور. شنو هي اهم الاشياء اللي تقدر تشد فيها لاعبين الرجاء الرياضي ويستجبوا المتطلبات ديال المعيد المدني او المدرب؟ شوف، بالنسبه للاعبين الرجاء لاعبين محترفين ولاعبين منضبطين ولاعبين كما تقولوا انتم ولاد الناس، وباغيين يخدموا باغيين ينجحوا خاطر وراهم جمهور عامل عليهم ضغط، وباغيين يتوجوا وباغيين مستحقاتهم اذا كان ما يتوجش ما ياخذش مستحقاتهم. بالنسبه للمعد البدني كل واحد عنده طريقه عمل، ما نجمش انا نجي نقول المعد البدني هذه خاصك دير هذا وهذا وهذا، نجم هو يديرها ما ينجحش بها لكن ديرها انا ننجح بها. كل واحد عنده طريقه عمل، عنده طريقه تفكير، عنده طريقه تواصل، وفي الاخر هذاك اللي يفرق ما بين مدرب ومعد بدني ما فماش فورمول. اللي يخدم فورمول ما ينجحش، كل واحد عنده فورمولو. يعني في المباريات الاخيره اللي كنت مع هاد الثلاثه الاخيره اللي كانوا يسجلوا فيها اهداف، فيما يسجلوا اللاعبين يتوجهوا بن ونيس، واش كانت رساله بانهم حاسين بان ممكن يكون تغيير، وكانت رساله من اللاعبين للمكسب اننا بغينا بن ونيس يبقى؟ ممكن انا نجهلها، نجهل اللي كانوا يعلموا بتتر كانوا يعلموا بتتر ما كانوش، ما نعرفش، لكن كانوا فيما يسجلوا يتوجهوا مباشره عند توجهوا خاطر انا خدمت معاهم على المستوى النفسي، خاطر هما كانوا ممسوسين بعد ماتش طنجه وشكوا باش يدخل في مرحله شك، وانا ذيك اللي ما حبيتهاش خدمت عليها.